قال في مزارع صار يزرع الشجر بعيد عن بعض. ليش يا حزلكون؟ مشان ما يتشاجروا. قا 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 قا. يا اهلين وسهلين بهالقامة بهالعين حبيباتنا المشاهدين. النكتة بايخة كالعادة، ما هيك؟ بس يمكن تكون مفيدة لإخواننا العراقيين مشان ما عاد يتشاجروا يا حبيبي، وخاصة بالبرلمان. نعم احنا اول لا تصيح لا تصيح، يعني عاشت فكرة انه رجعنا للحكومة. فنصيحة لجميع أصحاب الرأي والنفوذ الداخلي والخارجي في العراق الحبيب، إنه بس بدكم تزرعوا بذور الفتنة في بلاد اللافدين لتنبت أشجار التبعية، زرعوها بعيدة عن بعض على مبدأ لا بتآذونا ولا بنآذيكم، مشان ما عاد يتشاجروا، لأن هالملة نقضت بعلاق بالأيدي، بس الله يستر بالولات القادمة. وطبعا مو كل شجال وعلاق بالأيدي بيكون ناتج عن فتنة أو اختلاف طبيعي بالرأي، بل أحيانا بيكون بسبب دفاع ناس عن أرضهم وأحيائهم، وخاصة ضد زومبيز مثل هالزومبيز. بهذا الفيديو مثل ما شفتوا يا اخواتي، الفلسطينيين اصحاب الارض عم يتصدوا للمستوطنين يلي هجموا على حي الواد الملاصق للمسجد الاقصى. اخواتنا العرب قتلوا لنا من هالشجالات زكاتكم، ما تقولوا لاخواتكم بدل ما تتشاجلوا مع بعض. بالمناسبة بعض جماعة من المطبعين والمطوبزين ما حلكوا ساكن لا هون ولا لصد اي اعتداء بحق اهلنا في الضفة الغربية. سمعتوني يا مطبعين؟ عم حاكيكم ايه، قصدي انتو يا مطوبزين، وإن شاء الله يبلى بحله يلي ببالي. بتعرفوا انه الاعداء عندهم مشكله مع المساجد، ما هيك؟ يعني ملا بيهجموا على المسجد الاقصى وملا بيدملوا مساجد في لبنان وسوريا وايران، بس توصل معهم انه يفوتوا على المسجد بهي الطريقه ويضايقوا المصلين. اي والله الله ما آلة، بس التلمود آلة. السلام عليكم ورحمة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. طبعا تحياتنا للمقاومين اللي عم يقاوموا بثباتهم بأرضهم وببيوتهم وبمساجدهم. المساجد بيوت الله، والأعداء بيعرفوا أهميتها، لهيك بدهم يعملوا أي شيء من شان يهدموها أو يفضوها من المصلين، من القدسية ومن المعنى، وبيعرفوا إنه ما رح يطلع لهم معنى بالقوة، لهيك تبعوا أساليب ثانية ما لهم غير الجيل زد يا بابا. ما بعرف شو السبب يلي خلى هالشباب الاوادم بلا يعملوا هالعمله ويقتحموا المسجد بالقلدم بهالطريقه، بس والله الاعداء ما بيخلوا طريقه ليسيطروا على عقول شبابنا. بين ليله وضحاها بنلاقي هالشباب عم يمشوا على طريق كيف تصبح زومبي خلال 3 ايام، فشي بفوتوا على المسجد بهالطريقه، شي بكسلوا مدرستهم مثل هالاوادم بلا معنى. هل انتم مع نظريه المؤامله؟ كمان بلا معنى. ومو غريبة يا بابا، المفاهيم عم تتغير وكل شيء مقدس عم يتدمر بالواقع وبالأذهان. طيب ليش؟ لحقلكم ليه؟ العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله. مثل ما شايفين هذا واحد من الاسباب انه كل شيء مباح وما عاد في شيء اسمه عيب او حرام. بس معقوله ناكل تبوله؟ معقوله عم يفتتحوا ملها ليلي بالدعاء؟ وين هالحكي؟ بتركيا. مو غريبه يا بابا اذا السلطان بيقول لك انا ضد الازله بس بيبعت له غاز ونفط وبضايع، وقفت على ملها ليلي ودعاء؟ يا الله يتقبل التشيلز يا شيخي. الله اكبر. عليك تفو عليك تفو عليك وعلي علفني عليك. مين بيتذكر هالغنية؟ بتتذكروها هيك؟ يا معلم هي الغنية كانوا جيل الطيبين يبعتوها لبعض على موبايلات النوكيا الشحاطة والدوعة وقاهل الدوعة، بس بدهم يمزحوا ويتزالفوا على بعض. بس شو ذكرني فيها هلا؟ تفو عليك تفو عليك تفو عليك وعلي عرفني عليك.
تفو عليك تفو عليك تفو عليك وعلي عرفني عليك. هادي اللي ذكرني فيه هلا، يعني اللي بيتابع زيارة أبوها لإيفانكا للصين بيشوف كمية المحبة والصداقة والاحترام بين شي الرئيس الصيني بين أبوها لإيفانكا، وكأن لسان حالهما يقول أثناء الزيارة وقبلها وبعدها: تفو عليك تفو عليك. أعزائي المشاهدين، نترككم الآن مع اللقاء الصيني الأمريكي في بطولة السيطرة على العالم. Round 1. Fight! وهنا نشاهد تسديدة من الفريق الصيني على كلش أبوها لإيفانكا، تسديدة هابطة ملتفة تهبط بكلش أبوها لمستوى منخفض ليبين مثل الصوص قدام شي، هدف صيني. Round 2. Fight! وهنا نشاهد هجمة مرتدة من أبوها لإيفانكا، حيث يستلق النظر إلى دفتر شي ويمكن نفك له المنيو تبع المطعم. أبوها أجدب أما عم يجدبها، وأبوها يسجل هدف، لكن على حاله بهالحلقة الحلبوقة، لأن الناس كلها شافته قديش هو ولد وطلع أجدب. Final round. Fight! وهنا هجمة مرتدة من الرئيس الصيني، تسديدة الشجرة، عم يقول له لأبوها إنه عمرها أكبر من دولتكم. شي يناول ويسدد ويضع الشجرة في بتيزك وفي طيولته لأبوها. أبوها وفريقه يحاول القيام بهجمة مرتدة ويلمون الهدايا لأنهم مفكرينها كلها أدوات تجسس. الثقة مرتفعة جدا بين الفريقين، وهدف من فريق اليانكي على فريق التنين الناري. وهكذا ينتهي هذا اللقاء ببهدلة أبوها لإيفانكا ومسح الأرض فيه على يد التنين بعد ما نفس اللهب وحرق له طيزه لليانكي. وإلى بطولة أخرى للسيطرة على العالم نراكم بعد شي 100 سنة. والنهاية بحب لكم شغلة مهمة، يبلا بحلو يلي ببالي، يلي ما بيحط لايك وبيعمل شيل وسبسكرايب يا غوالي. مياو.